في هذا الفيديو هذا باغي نهضر مع لي هوست ديال اولترا هاوس. نتوما عارفين ان النظام ديال اولترا مختلف تماما على المنصات التقليديه. فمنصه اولترا هاوس كتطلب من لي هوست ديالها انهم يلتزموا بالشفافيه والوضوح في الاختيارات ديال الكاتيجوريز. يعني حاولوا ما امكن انكم تختاروا الكاتيجوري اللي مناسبه مع المبادئ ديالكم ومناسبه مع العقار ديالكم والونطوراج ديال العقار ديالكم. غالبا غادي تكونوا ما فهمتونيش، ولكن غادي نعطيكم مثال. خاصيات الكويت اريا، هاد الخاصيه هذه راه مديوره للناس اللي مثلا مرض، الناس اللي عندهم لي بيبي، والناس اللي كبار في العمر، ويقدروا يكونوا حتى الشباب، ولكن هو باغي الكام. يعني ماشي لي سباس ديالك كاين على الشارع، يعني كاين الترافيك، كاين صداع ديال الطوموبيلات او داك لونطوراج فيه صداع، تمشي تكليكي على الكويت اريا. علاش؟ لانه هادشي غادي يحطك في موقف محرج، لان الضيوف اللي كيختاروا الكويت اريا فاش كيريزيرفيو العقار ديالك وانت مختار الكاتيجوري ديال الكويت اريا، يعني هو جاي لعندك وعنده في الباك جراوند ديالو انه غادي يلقى داك لي سباس فيه الكلام. والمشكل الا جا ولقى العكس، هنايا غادي تطيح في موقف محرج مع الضيف. داكشي علاش قلت لكم حاولوا تلتزموا بالشفافيه والوضوح في الاختيارات ديال الكاتيجوريز، ماشي غير كتكليكي وصافي، باش الضيوف ديالكم يجيو ويلقاو داكشي اللي باغيينو هما وداكشي اللي اختاروا. وهادشي كامل باش ما تطيحوش في مشاكل مع الضيوف. فكنتمنى ان الفكره توصلكم ونتلاقاو في فيديو جاي. تحياتي.